سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وعن البخاري أقوى وأصح رواية البخاري عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وزاد بعضهم الشافعي عن مالك إذ هو أجل من روى عنه. انتقل إلى أول من جمع في الأحاديث الصحيحة قبل أن ننتقل إلى الحديث الحسن. وأول من اعتنى به هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وتلاه صاحبه وتلميذه أبو الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري، مسلم بن الحجاج النيسابوري، فهما أصح كتب الحديث، والبخاري أرجح لأن اشترط في إخراجه الحديث في كتابه هذا أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه. إذن الآن ولو كتبت طيب أصح كتاب في الحديث البخاري، وأول من جمع فيه واعتنى به هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وكذلك تلميذه مسلم بن الحجاج النيسابوري، فهما أول من جمع في الصحيح، وأصحهما البخاري لأنه اشترط اللقيا والسماع. واضح؟ اشترط اللقيا أن يلقى الراوي ويسمع منه، هذا البخاري معنى فلان لقي فلان وسمع منه. أما فكان أصح من مسلم، ومسلم لم يشترط الشرط الثاني، وإنما اكتفى بمجرد المعاصرة، معنى عصر. البخاري اشترط المعاصرة واللقيا الذي هو السماع، اشترط السماع والمعاصرة اللقيا، لقاه فسمع منه فعاصره، ولم يشترط السماع، وإنما قال وربما سمع. ثم قال بل اكتفى بمجرد المعاصرة، ومن هنا ينفصل لك النزاع في ترجيح صحيح البخاري على مسلم كما هو قول الجمهور، خلافا لأبي علي النيسابوري شيخ الحاكم وطائفة من علماء المغرب. نقل عن أبي علي النيسابوري أنه قال ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم. وقال الحافظ ابن حجر ردا على ذلك لم يصرح بقوله أصح من صحيح البخاري، لأنه نفى وجود كتاب أصح من مسلم، وإذا المنفي إنما هو ما تقتضيه صيغة أفعل من زيادة صحة في كتاب شارك الكتاب مسلم في الصحة يمتاز بتلك الزيادة عليه، ولم ينفي المساواة نزهة النظر. ثم إن البخاري ومسلما لم يلتزما بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث. هل البخاري ومسلم اشترطوا صحة كل ما في كتابهما؟ لا. هنا عندنا البخاري ومسلم، البخاري ذكر أحاديث ولم يشترط أنه لازم كل الأحاديث جمعتها في كتابه، وإنما كان يحفظ 100,000 حديث صحيح، فأخذ منها هذه الذي كما قيل 7,000 بالمكرر ولم يشترط. وكذلك مسلم لم يشترط أن الأحاديث كلها صحيحة، وإنما موجودة أحاديث صحيحة في غير البخاري ومسلم لم يذكرها البخاري ومسلم. ولذلك
فإنهما قد صح أحاديث ليست في كتابهما، كما ينقل الترمذي وهو محمد بن عيسى ابن زهر بن الضحاك السلمي أبو عيسى الترمذي صاحب الجامع أي العلل الضرير الحافظ العلامة، روى عنه محمد بن المنذر والهيثم ابن كليب وأبو العباس المحبوب وخلق، ذكره ابن حبان في الثقات وقال كان ممن جمع وصنف وحفظ وذاكر. قال أبو سعد الإدريسي كان أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث، وكان يضرب به المثل في الحفظ. قال ابن حجر في التقريب صاحب الجامع أحد الأئمة من 12 مات سنة 79 و200. وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث ليست عنده بل هي في السنن، وهذا مذكور دائما يقول وقد سألت محمد بن إسماعيل على حديث كذا فقال صحيح أو قال غير ذلك. طيب ما هي عدد أحاديث الصحيحين من الحديث؟ قال ابن الصلاح فجميع ما في البخاري بالمكرر 7000 حديث و275 حديثا، وبغير المكرر 4000، وجميع ما في صحيح مسلم بلا تكرار نحو 4000. طيب أما ابن حجر فذكر في هدي الساري أن عدة أحاديث صحيح البخاري موصولا بلا تكرار. الآن اسمع بلا تكرار، هناك ذكر بالمكرر وهنا ذكر ابن حجر بلا تكرار 2602 حديثا. اكتب عندك 2600 وحديثان، هذا ما في البخاري بلا تكرار. وأن المتون المعلقة المرفوعة التي بالكتاب 159 الآثار أو الأحاديث المتون المرفوعة المعلقة اللي في البخاري، فيكون الإجمالي 2761 حديثا. وأن عدة أحاديث الكتاب المكرر 9082، وهذا العدد خارج عن الموقوف عن الصحابة والمقطوع عن التابعين فمن بعدهم. ثم بين ابن حجر سبب التفاوت بين عدد الأحاديث لأحاديث البخاري وعد ابن الصلاح لأحاديث الكتاب، فقال وبين العدد الذي حررته والعدد الذي ذكره ابن الصلاح وغيره تفاوت. هذا كلام ابن حجر، يقول بين كلامه لعده وبين كلام ابن الصلاح ما ذكره تفاوت كثير، وما عرفت من أين أتى الوهم في ذلك. ثم تأولته على أنه يحتمل أن يكون العاد الأول الذي قلدوه في ذلك كان إذا رأى الحديث موصولا في موضوع مختصرا في موضوع آخر يظن أن المختصر غير مطول، إما لبعد عهده أو لقلة المعرفة بالصناعة، ففي الكتاب من هذا النمط شيء كثير، وحينئذ يتبين السبب في التفاوت ما بين العدين، والله الموفق. طيب هناك أحاديث أخرى، وفي هناك زيادات أي مستدرجات ومستخرجات على البخاري. الزيادات على الصحيحين، وقد قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن يعقوب ابن الأخرم قل ما يفوت البخاري ومسلم من الأحاديث الصحيحة، وقد ناقشه ابن الصلاح في ذلك، فإن الحاكم قد استدرك عليهما أحاديث كثيرة، وإن كان في بعضها مقال إلا أنه يصفو له شيء كثير. قلت فيه نظر، فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما لضعف رواتها عندهما أي من الحاكم، أو لتعليلها ذلك، والله أعلم. وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين
يؤخذ منها زيادات مفيدة وأسانيد. من ذلك المستخرج كما قال العراقي أن يأتي المصنف للكتاب فيخرج أحاديث بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وشرطه أن لا يصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد سندا يوصله إلى الأقرب إلا لعذر من علو أو زيادة مهمة. قال: ولذلك يقول أبو عوانة في مستخرجه على مسلم بعد أن يسوق طرق مسلم كلها من هنا المخرج ثم يسوق أسانيد يجتمع فيها مع مسلم في من فوق ذلك. ثم قال: وأسانيد جيدة كصحيح أبي عوانة وأبي بكر الإسماعيلي والبرقاني وأبو نعيم الأصبهاني وغيرهم، وكتب أخر التزم أصحابها صحتها كابن خزيمة وابن حبان البستي، وهما خير من المستدرك بكثير، وأنظف أسانيد ومتونة. وكذلك يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد المتون شيء كثير مما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم بل والبخاري أيضا، وليست عندهما ولا عند أحدهما، بل ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وكذلك يوجد في معجم الطبراني الكبير والأوسط ومسند أبي يعلى والبزار وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد والأجزاء ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه بعد النظر في حال رجاله وسلامته من العلل المفسدة. ويجوز له الإقدام على ذلك وإن لم ينص على صحة حافظ قبله، موافق للشيخ أبي زكريا يحيى النووي وخلافا لأبي عمرو. هنا أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.